لا بطلب منحة ولا مساعدة ولا شحدة ولا مكرمة، وما بطالب بإشي غير حقي اللي هو ميراثي من والدي. أنا اسمي أسعد سعد جمعة، ابن المرحوم سعد جمعة. لي مطالبة صار لها حوالي 10 سنوات، وهذه بمثابة مناشدة لجلالة سيد البلاد. أول شيء وجدنا أوراق تخص والدي أنه شاري أراضي بالأزرق عن طريق بيت الخريشة وحارث الأرض وشاغلها، وطالب من السلطة أنه تحط فيها بير لأنه كان ناوي يزرع فيها. هذا الحكي سنة 71. والكشف الحسي على الأرض اللي يثبت ملكيتنا للأرض، ولم تكن هناك أي مطالبات للأرض. سنة 97 للأسف بعد مطالبتي ضمت الأرض بالكامل لوزارة الزراعة كمحمية رعوية، مع أنه كل منطقة الأزرق لا تصلح كمحمية رعوية. فصدرت 3 كتب الملكية، كتاب من رئيس الديوان بتفويض الأرض إلي، وعلى هامشه كتاب لرئيس الوزراء باهتمام جلالة الملك بتفويض الأرض إلي. توجهنا للمدير تشجيع الاستثمار في حينه الست ريم بدران، واللي قامت مشكورة بتوجيه الكتب الرسمية للدوائر المختصة بمساعدتنا وتسهيل الأمور لإقامة مشاريعنا اللي بدنا نقوم فيها. قابلت المستثمرين على أساس أشرح لهم اللي صار. بعد ما قابلت المستثمرين وجهوا كتاب شديد اللهجة للديوان الملكي، وأنهم اشتروا بناء على وعود من الديوان الملكي الهاشمي. فقام المستثمرين برفع دعاوي علي بآخر يوم سنة 2012 بقيت 3 سنوات وشوي. انسجنت مرة بعدها وقت الكورونا سنة 2019، وطلعت على أثر الكورونا. استنيت 6 أشهر، لم يبقى معي مصاري أدفع الأجار ولا أشتري أكل بيتي حتى. قعدت في الفندق، أضربت عن الطعام. الأصدقاء طبعا دفعوا لي فاتورة الفندق حتى تركت. أنا مش جاي أتسول ولا بشحد، أنا لي حق، وأنا لي ورث من والدي، ووالدي خدم البلد مدة 40 سنة وما ترك إلا 20,000 دولار في البنك، ومنزلنا اللي بنسكن فيه، وقطعة الأرض اللي مش قادر أحصلها. أنا الآن مضرب عن الطعام وعن الشراب وعن الأدوية، مع أنه معي 11 شبكة بالقلب، وعاني من سرطان القولون ومريض، وليس معي ثمن أجار الشهر القادم، يعني معي لغاية 20 الشهر. وأنا الآن كل أمل بأنه جلالة سيد البلاد سوف ينصفني، لأنه معروف عنه الإنصاف والحق، وهذا حق إلي، حق لأولادي، ورثة من جدهم وورثة من والدي.